السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معلش والله انا اتأخرت عليكم بالفيديوهات، معلش كان عندي ظروف والله. وجاي النهاردة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يبلغكم رجب على خير وبلغكم شعبان ورمضان على خير يا رب العالمين، يرزقنا من حيث لا نحتسب. يا رب يجعلها الأيام كلها خير عليكم يا رب العالمين وعلى أمة محمد والمسلمين جميعا يا رب العالمين. النهاردة أنا جاي لكم بقى بعلامات الفرج في المنام، أو الأسماء المبشرة بالخير ليكم في المنام. إيه هي العلامات دي يا جماعة؟ لو حد بيبقى في هم وضيق أو كرب أو مشاكل أو دين، ده لو شاف نفسه في المنام إن هو طالع على جسر وبيعدي، ذهاب الهم والمشاكل وفك الدين وفك الكرب والفرح والخير داخل عليه، لان هو بيعدي. معنى ان انت تشوف بتعدي الجسر ده في المنام، هتبقى ذهاب الهم والمشاكل والضيقة اللي انت فيها وسددان الدين والهموم اللي عليك دي بإذن الله. طيب اللي بيشوف نفسه ان هو في نفق مظلم، طيب بشوف هو طلع بيعدي النفق وطلع من النفق ده، طلوعك من الهم وفك الضيقة وفك المشاكل. ولو انت تعبان ان شاء الله شفائك من هذا التعب والمرض بإذن الله، او شفائك من هذا التعب والمرض برضك للست المتزوجة او البنت العزباء او لأي حد، ان انت شفت نفسك او شفت نفسك ان انت طالعة من النفق ده. خروجك من النفق ده خروجك من الهم والمشاكل والضيقة، وفك الفرج عليك بإذن الله، ودخلت الفرج والفرح والسعادة عليك بإذن الله. طب لو شفت نفسك في المنام ان انت في مكان ضيق في المنام ورحت مكان واسع، ده برضك فك ضيقة. ربنا هيوسع في رزقك، هيوسع في رزقك، هيزول الهم والمشاكل اللي عندك، الخير والرزق هيخش عليك بإذن الله. ما ربنا وسع عليكي، إن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر، ربنا بيسر لك الأمور بإذن الله. طيب اللي بتشوف في المنام أو بيشوف في المنام إن هو بيتزوج غير مراته، يكون هي متزوجة وهو متزوج، بيشوف إن هو بيتزوج من غير مراته، أو هي بتتزوج من غير جوزها، فده بيبقى حياة جديدة، رزق جديد داخل عليكم، سفر مستنينه هيجيلكم، خير مستنينه هيجيلكم، رزق جاي لكم، ميراث جاي لكم. لان الزواج ده يا جماعة بيبقى خير ورزق، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. طيب النار يا جماعة، النجاة من النار، لو شفتي في نار وانت طفيتيها دي مشكلة وهتعدي وطلعتي منها. لو شفتي في نار والنار دي انت بعيد عنها، ان شاء الله ربنا يبعدك عن مشاكل او تعب او هموم ان شاء الله باذن الله. لان ربنا قالها في سيدنا ابراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، سيدنا ابراهيم عليه السلام. طيب اللي بيشوف نفسه يا جماعة ان هو بيغرق وطلع من الغرق ده، ان شاء الله نجاتك من مشاكل برضك، دخول الهم، خروج الهم، نجاتك من كرب، نجاتك من دين، لانك انت خرجت طلعت من الغرق باذن الله، ربنا نجاك من الغرق، فده بيبقى نجاة من الهموم اللي انت فيها والكرب والمشاكل اللي انتوا فيها باذن الله. ايه هي الاسماء اللي هي مبشرة بالخير والفرج؟ لو انت شايف نفسك ان انت ماشي مع واحد اسمه فرج، محمد، بشرى، يسرى، حسن، حسين، سعيد، سعدية، كل الأسماء دي
لو حد ماشي معاك فيهم او ذكرت الاسم ده في المنام، اعرف ان الفرحة والسعد والفرج والخير داخل عليك بإذن الله، والهموم والمشاكل اللي عندك هتعدي بإذن الله. ده الفيديو يا جماعة اللي انا عملته النهاردة ليكم، علامات الفرج، عشان احنا داخلين على ايام كلها خير وفرج وفرح وسرور بإذن الله عليكم جميعا. اللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش تحت الفيديو من تحت الكومنتات يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.